بسم الله. نبدأ كده في الكورس بتاع الماس 2 الحصة إن شاء الله الأخيرة. حاجة بنتكلم عليها اسمها الدبل انتجرال أو الدبل انتجريشن. الدبل انتجريشن ما هو إلا كلمة دبل يعني اتنين، وانتجريشن يبقى أنت كده تعمل اتنين انتجريشن، ومعلومة يعني إيه عادية جدا. الاتنين انتجريشن ده بيكون بالنسبة للاف اوف اكس واي لازم تكون الدالة بتاعتي مالتي فاريبل، وبنحط هنا كده حاجة اسمها دي اريا. فبالتالي الاف اوف اكس واي ديت احنا بنسميها عندنا في اغلب الشروحات اسمها زد، والدي اي ديت هي دي اريا. لما اضرب الزد الارتفاع في الاريا يديك مين؟ يديك فوليوم. فناتج الدبل انتجرال دايما بيكون فوليوم، الا في حاله واحده بس، لو كانت الاف اوف اكس واي دي بتساوي واحد. لو كانت الاف اوف اكس واي بتساوي واحد في الحاله دي بتبقى اسمها اريا، ولسه هنشوف احنا الكلام ده دلوقتي. لا بس عايزك تفهموا ان دايما الدبل انتجرال بيكون انتجريشن لداله مالتي فاريبل بالنسبه للدي اريا. ولو احنا جينا نشوف الدبل انتجرال از فوليوم ده، هو طبعا بيجيب الانتجريشن اوفر ايه؟ اوفر ريجن. اوفر ريجن على منطقه، ما بنجيبش بقى دلوقتي مساحه اسفل كيرف، لا ده مساحه او حجم اسفل منطقه. الريجن اللي هي بالاخضر دي اللي هي مرسومه قدامك دي اللي هي اسمها اف اوف اكس واي، شايف انت الريجن ديت كلها كده؟ تمام. دلوقتي احنا لما بنيجي نجيب بقى الدبل انتجرال ليها، فاحنا بنجيب الحجم اللي تحتها ده كله كده. الحجم اللي هو مين؟ اللي هو تحتها ده كله كده. فعشان كده ده بنسميه عندنا الدبل انتجرال، بيكون على ريجن. بص بيكون مكتوب دبل انتجرال ار ديت معناها ريجن الاف اكس واي بالنسبه للدي ال. نيجي بقى نتكلم بشكل واضح شويه لما نيجي نقول لك الدبل انتجرال اهو علامه الانتجريشن لاف اوف اكس واي. فانا خلي في بالك انا ممكن اكتب الدي اريا ديت، ممكن اكتبها بصيغتين، وهنشوف دلوقتي عشان كتابتهم مهمه جدا. يا اما اكتبها دي اكس دي واي او اكتبها دي واي دي اكس. طب بتفرق في ايه؟ لا بتفرق طبعا، وهعرفك دلوقتي بتفرق في ايه في الشرح برضه. ليه؟ عشان احنا اصلا عندنا مسائل اللي احنا نعمل التشينج اوردر، نعمل حاجه اسمها تشينج اوردر. ان المساله بتاعتي مثلا تكون جايه دي اكس دي واي، وما ينفعش تحلها الا لما تعمل لها تشينج اوردر تخليها دي واي دي اكس او العكس. فمهم الترتيب فيها مهم جدا. بس انا عايز اعرف لك ان دي اريا يا اما دي اكس دي واي او دي واي دي اكس على حسب شكل السؤال بالنسبه لك. تمام. فتعالى كده نفترض حاجه معينه، ان المساله بتاعتي مثلا كان الراجل جاب لي انتجريشن او دبل انتجريشن اهو ل اف اوف اكس واي، والراجل قال لك ان هي دي اكس دي واي، الراجل هو اللي حطها لك كده في المساله. يبقى انت اعمل حسابك بقى في حاجه، نقطه مهمه جدا، اللي انت وانت شغال، ما دام انت بدات بالدي اكس يبقى التكامل اللي هو جوه دوت هيكون من اكس بتساوي لاكس بتساوي. ليه؟ عشان لو انت اعتبرت ان التكامل اللي جوه دوت مساله تكامل لوحده بعيدا عن الدبل انتجريشن، وده هيكون الميثود بتاعتنا في الحل، اللي احنا هنعتبر ان التكامل اللي جوه ده بالنسبه للدي اكس، وفكك من اللي هو دي واي ده. الدي واي ده بتاع مين؟ بتاع التكامل الخارجي اللي هو ده، اللي هو من واي بتساوي لواي بتساوي. حلو كده. طب لو كان جاب لك العكس، الراجل قال لك لا ده انا هشتغل هنا، خلاص بقى المفروض فهمت. عندك دبل انتجريشن اف اوف اكس واي لدي واي دي اكس، يبقى انا خلاص اعتبرت ان التكامل اللي جوه او المساله اللي جوه ديت بالنسبه لواي، عشان الراجل قال لي ان هي دي واي. يبقى هنا من واي بتساوي لواي بتساوي، واللي بره من اكس بتساوي لاكس بتساوي. اعتقد وضحت، واعتقد لما اديك مثال دلوقتي هتفهم انا بتكلم في ايه. طبعا هنا الانتجريشن بيكون اسهل بكتير من الانتجريشن اللي انت متعود عليه. يعني مش احنا كنا واخدين في الشابتر واحد واثنين انواع الانتجريشن وباي بارت وباي سبستيوشن قصه هنا اسهل من كده بكتير، بتبقى انتجريشن سهل وبسيط يعني. زي ما احنا هنيجي ناخد مثال دلوقتي كده، اول اكزامبل اهو، ناخد مثال ونتعلم ازاي نحله. اول نوع بس من الانتجريشن برضو بتاع الدبل انتجرال، اول نوع من الدبل انتجرال، اول نوع اللي هو النوع اللي هو الريكتانجولار. ريكتانجولار يعني ايه ريكتانجولار دوت؟ او اللي هو كلمه ريكتانجل مقصود بيها مستطيل او مربع، بينفع الاثنين. ده لما انا اجيب لك الدبل انتجريشن بتاعك، الحدود بتاعتك متعرفه، اقول لك مثلا من واحد لاثنين ومن خمسه لسبعه مثلا، يعني الحدود بتاعتك معروفه. فده كده بنسميه عندنا ريكتانجولار. ليه؟ عشان دلوقتي هنيجي دلوقتي ناخد حاجه الكيس الثانيه دي كده بنسميها كيس واحد. الكيس رقم اتنين اللي احنا بقى نعمل انتجريشن على ريجون. ريجون دوت اللي انا اجي اجيب لك المساله بتاعتك، اقول لك مثلا من اكس تربيع لجذر اكس مثلا، وهنا من 2 ل 3.
فاهمني ازاي؟ المساله بتاعتك ما بقتش كلها ايه، ما بقتش كلها ارقام، ما بقتش ريكتانجولار. ريكتانجولار كله بيبقى ارقام زي ما انت شايف كده، كل الحدود عندك بتبقى ارقام. لا، ده انا الحدود عندي هنا بقى فيها دوال، فبنسميها هنا التكامل على ريجون. الكيس رقم 3 اللي احنا ناخد بقى التشينج الاوردر، تشينج للاوردر. والتشينج بتاع الاوردر دوت اللي انا مثلا هكون جايب لك المساله دي اكس دي واي، والمطلوب منك اللي انت تحولها مثلا لدي واي دي اكس والعكس. يعني لما تحول ده او تحول ده على حسب شكل المساله وعلى حسب هنعرف ازاي نستخدم الكيس دي. والكيس رقم 4 اللي احنا نبدا نشتغل مين؟ بولر. بدل ما احنا كنا شغالين ان الدي اريا كانت بدي اكس دي واي، لا احنا هنبدا بقى نشيل الدي اكس دي واي ديت ونحط مكانها ار دي سيتا. دي كده اسمها بولار كوردينيتس، زي برضو ما احنا هنشوف دلوقتي. يبقى انا كده فرشت لك فرشه وعرفتك انا داخلين على ايه. نبدا اول كيس عندنا اللي هي الريكتانجولار، وناخد عليها اول مثال ونشوف. اول كيس اهي اللي هي كيس رقم 1، اللي هي مين؟ الريكتانجولار. لا اجي اقول لك والله هات لنا دبل انتجريشن اهو، هات لنا دبل انتجريشن ل 4 ناقص اكس ناقص واي، دي كده الاف اوف اكس واي يعني بتاعتنا. دي اكس دي واي من اول الاكس بواحد، من اول الاكس بزيرو لحد الاكس باتنين، ومن اول الواي بزيرو لحد الواي بواحد. طبعا هو في اغلب المسائل ما بيكونش قايل لك مثلا ان الاكس تساوي والاكس تساوي، المفروض انت تكون فاهم ليه. انا هبص هنا على الحدود، ترتيب الحدود اكس يبقى اكيد التكامل دوت بالنسبه لاكس، دي واي يبقى اكيد التكامل اللي بره دوت بالنسبه للدي واي. تمام. فانا اول حاجه بنبدا المساله من جوه لبره. يعني ايه من جوه لبره؟ ببدا اخد المساله ديت كده اكنها مساله لوحدها، اللي هو اول انتجريشن دوت بالدي اكس بتاعته، واعمل للمساله ديت انتجريشن بالنسبه للاكس. يعني ايه؟ يعني دلوقتي من اول الصفر لحد الواحد انا ماليش دعوه بيها، والدي واي برضو انا ماليش دعوه بيها، انا عامل بس انتجريشن للمساله ده اهي بالنسبه للاكس، واعوض بالحدود اللي هي من صفر ل 2. يلا اعمل 4 انتجريشن بالنسبه للاكس هتبقى 4 اكس، والاكس تعمل لها انتجريشن بالنسبه للاكس هزود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، والواي تعمل لها انتجريشن بالنسبه للاكس خلاص بقى زي ما احنا كنا شغالين في البارشال ديريفاتيف كده. الواي دلوقتي بالنسبه لك اكنه رقم عادي جدا، فانا لما بيكون عندي رقم شبه الاربعه كده عملنا فيه ايه؟ ضربناه في الاكس، يبقى لما يكون عندي واي هضربها برده في الاكس. تمام. وخلي بالك بقى انت الحدود بتاعتك هنا من صفر ل 2 زي ما احنا كنا شغالين في الديفينيت انتجريشن عادي جدا. انا برضو الانتجريشن اللي هو من 0 ل 1 انا لسه ما جيتش جنبه، والدي واي انا لسه ما جيتش جنبها. هعمل ايه دلوقتي؟ هاجي بقى في الفانكشن اللي عملت لها انتجريشن ديت هعوض مره عن الاكس ب 2، عشان انا كنت عامل انتجريشن بالنسبه للاكس. هعوض عن الاكس ب 2، هعمل قوسين كده، هعمل قوسين اهو مطروحين من بعض، ده دايما. هعوض ده الاثنين ديت بنسميها عندنا ابر ليميت. هعوض عن الاكس ب 2 يبقى 8 ناقص 4 على الاثنين ناقص 2 واي. انا بعوض عن الاكس، خلي بالك عشان انت كنت عامل انتجريشن بالنسبه للاكس فتعوض عن الاكس ب 2، ناقص لما تيجي تعوض عن الاكس بصفر فيكون صفر ناقص صفر ناقص صفر. دي خلاص كده بصفر. ديت كده الناتج بتاعي يكون عباره عن ايه؟ انتجريشن من 0 ل 1، 8 ناقص 2 ب 6 ناقص 2 واي بالنسبه للدي واي. بص قلبت مساله سهله جدا. انتجريشن بالنسبه لواي خلاص. اعمل انتجريشن للستة بالنسبه لواي هتبقى 6 واي، و2 واي بالنسبه لواي هتبقى واي تربيع، والحدود عندك من صفر لواحد. هاجي برضو هعمل قوسين كده، والقوسين دول مطروحين من بعض. هعوض عن الواي بواحد مرة يبقى 6 ناقص واحد تربيع اللي هي بواحد يعني، وأعوض عنها مرة بصفر تبقى بصفر. يديك هنا في الآخر إن الناتج بتاعك 6 ناقص واحد يديك كام؟ 5. طب تعالى ناخد كمان مثال. تعالى ناخد كمان مثال. الراجل هنا بيقول لك إيه بقى؟ في مسألة يجيبها لك تلاقي المسألة عندك مكتوبة، وفي مسألة تانية يقول لك لا ده هو مكتوبة شبه قدامك كده، أو يجيب لك المسألة انتجريشن وأنت بتتعامل. هنا الراجل بيقول لك إيه؟ فايند الفوليوم. خلاص ما دام الراجل طلب الفوليوم ومديني هنا دالة مالتي فاريبل باستخدام الدبل انتجرال، خلاص ده انا ومديني كمان الحدود بتاعه الاكس والحدود بتاعه الواي، خلاص يبقى انا هعمل ايه؟ هقول له خلاص انا هجيب الدبل انتجريشن للفانكشن ديت اللي هي 10 زائد الاكس تربيع زائد ال 3 واي تربيع. وما دام الراجل هنا ما قالكش استخدم ايه، يعني دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس، براحتك حط اللي انت اللي يناسبك حط. انا هحط مثلا دي اكس دي واي براحتي. ما دام انا كتبت الدي اكس الاول يبقى لازم احط الحدود بتاعه الاكس في اول انتجريشن. الاكس كانت من 0 ل 1، فاجي هنا كده اقوم قايل من 0 لواحد. بعد كده الحدود بتاعة الواي اللي هو من 0 ل 2. حلو كده؟ ان شاء الله حلو.
يلا يا عم ابدأ اشتغل المسألة بتاعتك عادي جدا. هاخد المسألة اللي جوه ده اهي واعتبرها اكنها مسألة لوحدها انتجريشن عادية، اللي هي مين؟ اللي هي بالنسبة للدي اكس. خلاص يبقى من 0 ل 2 والدي واي انا ماليش دعوة بيهم، انا هروح اعمل انتجريشن للمسألة دي بالنسبة للاكس. ال10 بالنسبة للاكس تكون 10 اكس. طب والاكس تربيع تكون زائد اكس اس 3 على 3. طب وال3 واي تربيع اكنه رقم يبقى 3 واي تربيع اكس. واحط الحدود بتاعتي اللي هي من 0 ل1 ما انساش. هبدأ اعمل ايه؟ برضو من 0 ل2 انا ما جيتش جنبها، الدي واي انا ما جيتش جنبها، هروح اعمل ايه؟ تو براكت كده مطروحين من بعض. هعوض عن الاكس بواحد عشان انا عامل انتجريشن بالنسبه لاكس. يبقى هنا 10 زائد 1 على 3 زائد 3 واي تربيع، واحط هنا الاكس بصفر تطلع بكام؟ بصفر. في الاخر طلعت بكام؟ انتجريشن من 0 ل 2 10 زائد 3 او 1 على 3 يديك كام؟ 31 على 3 زائد 3 واي تربيع بالنسبه للدي واي. اصبحت هنا انتجريشن عادي جدا بالنسبه للواي، هيبقى 31 على 3 واي زائد واي تكعيب، وما انساش الحدود بتاعتي اللي هي من صفر لكام؟ من 2. يلا يا عم اعمل تو براكت كده مطروحين من بعض. عوض عن الواي ب 2 فيكون 31 على 3 في 2 زائد 8 اللي هو 2 تكعيب يعني. وعوض عن الواي بصفر يديك صفر زائد صفر اللي هو بكام؟ بصفر. ففي الاخر تطلع لك الحسبه دي كده، بحسبها بالاله الحاسبه، سيبها له كده براحتك زي ما انت على حسب معاك اله حاسبه في الامتحان ولا لا. تمام يا شباب. دي كده الفكره بتاعت الاسئله دي. طبعا في اسئله كتير بقى طبعا هنا اهي. ممكن ايه تاخد لك سكرين كده بحيث لو انت عايز تتدرب. كل المسائل دي كويسه. ممكن مثلا نشوف مثال كمان على الكلام دوت. عادي جدا. تعالى مثلا نشوف اللي هي ماشي. تعالى نكتب كده مسألة ونشوف. قال لك بس في حاجة اسمها فيوبيني ثيوري. فيوبينز فيوبينز ثيورم. ودي ببساطة بيقول لك طول ما انت شغال في الكيس رقم واحد اللي هي الريكتانجولار جولار، اللي هي حالة المستطيل أو حالة المربع، انت عادي جدا لو الراجل مديك المسألة دي اكس دي واي، انت من غير ما تعمل تشينج الاوردر انت ممكن تبدل ما بينهم عادي، تخليها دي واي دي اكس. يعني ايه بمعنى اصح؟ تعال اديك مثال عشان افهمك انت امتى تستخدمه. اول حاجه لو الراجل مثلا قال انا عايز اجيب انتجريشن من 0 لواحد، وانتجريشن كمان من 0 للين 2 ماشي، لواي في اي اس اكس واي دي واي دي اكس. انا دلوقتي لو جيت سالتك، طبعا دي لين 2، لو انا جيت سالتك قلت لك اعمل لي انتجريشن للمساله ديت، فانت خلاص بقى انت فهمت. هتقول لي انا هاخد اللي جوه ديت اهي وابدا اشتغل عليها. اقول لك ماشي. لما تيجي تشتغل عليها هلاقي ان هنا في واي وهنا في واي، دي حاله من حالات البارت الانتجريشن باي بارت. تروح بقى تعمل دي واي وقصه زرقاء كده. لا، قال لك الراجل هنا بقى في يوبيني قال لك ايه؟ قال لك لو الانتجريشن هيطول معاك، احنا يا شباب في الدبل انتجريشن معظم المسائل ولا بنستخدم باي بارت ولا سبستيتيوشن ولا الانتجريشن ولا الحاجات القوانين اللي انتوا كنتوا واخدين بالكم منها دي. احنا بنستخدم ابسط القوانين في الانتجريشن اللي هي حصه واحد انتجريشن حرفيا. فانت لو لقيت ان في مساله هتطول معاك عن كده، عارف ان انت ماشي غلط. احنا المسائل عندنا في الانتجريشن في الدبل والتريبل ما بنسالكش في الانتجريشن كانتجريشن، لما بنكون عايزاك بس فاهم المعنى بتعرف تشتغلها، انما هي كقوانين ما بنحتاجش منك قوانين. انا لقيت هنا ان المساله بتاعتي انا داخل ان انا هعمل فرع دي وفرع اي وهشتغل انتجريشن باي بارت. قال لك لا، قال لك طول ما انت شغال في الحاله الاولانيه اللي هي ان هي ريكتانجولار من صفر لين 2، ويعني كل الحدود عندك عباره عن ارقام، فمن غير ما تروح تعمل تشينج الاوردر، عشان انت هتشوف دلوقتي مسائل تشينج الاوردر صعبه ازاي. من غير ما تروح تعمل تشينج الاوردر ممكن تخليها ايه؟ واي في اي اس اكس واي، وتقوم مغير تخليها دي اكس دي واي براحتك. بس دوت في الكيس رقم واحد بس يا شباب، مش في كل الكيس. هاجي من هنا كده وابدا اعمل ايه؟ اخد المساله اللي جوه ديت وابدا اشتغل عليها. طبعا لما اجي اعمل انتجريشن للمساله ديت بالنسبه لاكس، الواي بالنسبه لي رقم والواي بالنسبه لي رقم، فاكني بعمل انتجريشن لاي اس اكس اللي هو اي اس اكس. تمام. فيبقى انتجريشن من 0 ل1 ما جيتش جنبه، الدي واي ما جيتش جنبها، اعمل انتجريشن ديت. طبعا ده الواي ينزل زي ما هو الاي اس اكس واي، وهقسم على ديريفاتيف الباور. ديريفاتيف الاكس واي بالنسبه للاكس هيبقى واي، والحدود بتاعتي من صفر لين 2. طبعا الواي ده هي هتروح مع الواي ده هي،
عوض يلا عن الاكس بلين 2، هتعمل هنا كده قوسين اهو مطروحين من بعض، وطبعا هنا الدي واي. هتعوض عن الاكس بلين 2 هتبقى اي اس لين 2 او واي لين 2، تمام. واعمل انتجريشن ليه وحط ديت بصفر، هيطلع لك كام؟ اي اس صفر. تعالى نعملها كده، نكتبها باي اس صفر اللي هي بكام؟ بواحد لو انت حطيت الاكس بصفر. فلاقي ان الانتجريشن بتاعي اصبح اللي هو عباره عن ايه؟ من 0 لواحد لاي اس واي لين 2 ناقص مين؟ الواحد. اعمل له انتجريشن بالنسبه للدي واي، هتبقى هي نفسها اس لين 2 على تفاضل الاس بتاعها اللي هو لين 2 ناقص الواي الواحد بالنسبه للواي تكون واي. بتعمل انتجريشن عادي جدا، والحدود بتاعتك من صفر لواحد. هتعمل تو براكت وتروح تطرح ده من ده. هعوض عن الواي بواحد، فتبقى اي اس لين 2 على لين 2 ناقص الواحد. عوض عن الواي بصفر، فيكون عبارة عن واحد ناقص الصفر. طبعا اي اس صفر بكام؟ بواحد. هتلاقي طبعا ان الواحد ده مع الواحد دوت طلع سالب اتنين، وهنا الاي خدت اللين اصبحت اتنين على لين اتنين. طبعا تقدر تحسبها بالآلة الحاسبة عادي جدا. ده كده بالنسبة للطريقة اللي هي بتاعت فيوبيني او امتى بنستفاد منها يعني، تمام. نيجي بقى نشوف الدبل انتجريشن على الريجن او الكيس رقم 2، وده بقى اللي احنا محتاجين. طبعا احنا واخدين في حصه، كنا واخدين حصه رسم دوال، فديت المفروض تراجع عليها قبل ما تتفرج على الكيس رقم 2. وانا برضو هحاول وانا شغال اشرح لك برضو الرسم كنا بنرسمه ازاي. هنشتغل بقى هنا على الدبل انتجرال بس اوفر مين؟ اوفر ريجن. كنا شغالين كل المسائل ريكتانجولار. المسائل اللي فاتت دي كلها كانت ريكتانجولار. دلوقتي بقى لا، احنا نازلين نشتغل الدبل انتجريشن على ريجون. يعني ايه على ريجون؟ يعني بمعنى اصح هترسم وتعمل بقى تشينج الاوردر وتبدا بقى تشتغل كده، وتبدا بقى تاخد شرائح رأسية وشرائح افقية. فتعالى اول حاجة نفهم يعني ايه شريحة افقية ويعني ايه شريحة رأسية والكلام ده كله. انا لو جيت رسمت هنا اهو، حطيت لك هنا واحد اهي وكمان واحدة جنبها، بحيث ان احنا نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا. دلوقتي انا لو جيت رسمت كده المسألة بتاعتي، قلت لك مثلا ان انا عندي اهو كيرفين كده، تمام. وانا عايز اجيب الانتجريشن ما بين المنطقتين دول، ما بين الاي والبي، تمام. وديت هي الريجون بتاعتي، تمام. هي المنطقه اللي هي متخططه دي. ازاي طبعا احنا لما نيجي نعمل انتجريشن للريجون احنا ما بنقدرش. يعني انت لو جينا مثلا كده بصينا في المرجع برضه عشان تكون متخيل معايا ان الريجون بتاعتنا احنا ما بنقدرش نشوف المساله بالرسمه دي. احنا ما بنعرفش نرسم الرسمه اللي هي ال 3 دي. طب نعمل ايه؟ بناخد اسقاطها على الاكس واي بلين. يعني احنا بنبص عليها من فوق، اكن انا واقف هنا كده، اكن انا واقف هنا كده، اكن ده عين اهي. وانا ببص من فوق كده بشوف الاسقاط بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن الجزء اللي قدامك ده. طب بشوف الاسقاط دوت فين؟ بشوفه في الاكس واي بلين. فالرسمه اللي احنا راسمينها ديت هي المفروض ديت كانت شكلها الاشكال اللي هي ال 3 ديت، بس معمول لها اسقاط على الاكس واي، تمام. فاحنا دايما لما بنيجي نعمل انتجريشن على ال 3 دي يا شباب، زي ما احنا قلنا بنبص على مين؟ على الاسقاط بتاع الريجن. ما بنبصش على مين؟ ما بنبصش على الريجنز ذات نفسها. يعني بص هنا مثلا، بص الريجن شكلها عامل ازاي لما جه اخد لها اسقاط، شكلها شبه المثلث. احنا لما عملنا عليها اسقاط ادتنا مين؟ ادتنا المثلث ده. فاهم ازاي؟ وعلى حسب بقى انت هتاخد شريحه رأسيه ولا افقيه. فاحنا كل الرسم اللي احنا بنرسمه اسقاطات، واعلمك ازاي ترسمه دلوقتي كاسقاط. بس ركز بس معايا عشان تعرف امتى تاخد شريحه رأسيه وامتى تاخد شريحه افقيه. دلوقتي لو انا عايز امشي المساله بتاعتي اللي انا عايز اخد شريحه رأسيه وبعد كده شريحه افقيه. يعني ايه شريحه رأسيه؟ بص، شريحه رأسيه انا اكني خط هنا كده، دي كده اسمها شريحه رأسيه يعني. تمام. لو انا رحت رسمت نفس الرسمه دي هناك بس رسمتها كده اهو مثلا، بناخد الشريحه الافقيه ازاي؟ اهي دي كده شريحه افقيه. انا عايز اسالك سؤال، الشريحه الرأسيه دي، الشريحه الرأسيه اللي قدامك دي، طبعا دي الريجون بتاعتنا عشان بس تكون واخد بالك. الشريحه الرأسيه اللي هي قدامك، اللي هي بالاحمر اللي في الرسمه الاولانيه دي، دلوقتي هي موازيه لمين؟ موازيه لمحور واي، صح؟ شبه محور واي يعني. يبقى انا المساله بتاعتي هتمشي دي واي دي اكس للدبل انتجرال من مين لمين بقى؟ من الحدود بتاعه الاكس اللي هي من A ل B. مش الاكس ديت بره. دايما يا شباب التكامل اللي هو بيكون خارجي
دايما التكامل اللي هو بيكون خارجي اللي هو بره دوت، اللي هو التكامل دوت، دايما هتلاقي ان المنطقه التكامل دوت على طول مهما كان شكل المساله لازم تلاقي الحدود بتاعته ارقام. فانا هنا بالنسبه لي ده الدي اكس اللي بره هيبقى من الاي لبي. طب بالنسبه للدي واي، لا الدي واي هنا بقى كان على ريجون اللي هي الريجون اللي قدامك دي. فبناخدها ازاي؟ بناخدها من تحت لفوق. يعني ايه من تحت لفوق؟ لو احنا كنا سمينا ان دوت اسمه جي واحد اوف اكس ودوت كان اسمه جي 2 اوف اكس، فاحنا هنقول ايه؟ ان هو من اول الجي واحد اوف اكس هتلاقي بقى دوال لحد الجي 2 اوف اكس. لمين؟ طبعا للاف اوف اكس واي. طبعا الاف اوف اكس واي انت مالكش دعوه بيها، كده كده بتكون مديلك في السؤال بتحطها. انت ما عليك الا ترسم وتعرف الحدود بتاعت الاكس وتعرف الحدود بتاعت الواي. طب المساله ديت لو انا عايز اعمل لها دبل انتجرال هتبقى شكلها عامل ازاي؟ طبعا هتفهم الكلام ده بشكل اعمق في المسائل. اهدى بس عليا. الشريحه لو انا خدتها افقيه كده، تمام، هلاقي اللي انا بقول ايه؟ موازيه المحور اكس، فتكون دي اكس دي واي، صح كده؟ وطبعا الاف اوف اكس واي انت مالكش دعوه بيها، كده كده بيكون مديلك في السؤال. عايز اجيب الحدود بقى، قال لك خلاص ده انا الاخير اللي هو التكامل الاخير بالنسبه لواي، فانا اروح اجيب الحدود على الواي اللي هو من سي لدي. طب بالنسبه للاكس قال لك بقى ركز هنا بقى. من اول انا لمست هنا ولمست هنا، صح؟ فدام انا لمست هنا ولمست هنا، لو انا سميت دوت مثلا اف واحد اوف واي، تمام، اف واحد اوف واي ودوت الاف 2 اوف واي، تمام. يبقى انا من هنا لحد هنا اللي هو من القريب للبعيد، تمام. يبقى من الاف 2، من الاف 1 لحد مين؟ الاف 2 دوت هنسميه الاف 1 اوف واي ودوت هنسميه الاف 2 اوف واي. تعال ناخد مثال عشان انت شكلك تهت. ناخد مثال على الكلام ده. دلوقتي الراجل بيقول لك ايفالويت. بص المساله بتجي لك كده بالظبط، بيقول لك ايه؟ ايفالويت مين بقى؟ الدبل انتجريشن. بص بيقول لك كده على ريجن، ما بيحطلكش هنا بقى الحدود عشان دي مهمتك بقى اللي انت تطلع الحدود ديت في المساله من خلال الرسم بتاعك. ال2 اكس تربيع واي، الراجل هنا اداك مين؟ اداك ال2 اكس تربيع واي اللي هي الاف اوف اكس واي، واداك الدي اريا، يعني بيقول لك حط الدي اكس او الدي واي براحتك، هنا مش فارض عليك سؤال. فدام انا مديها لك دي اريا، يبقى انا هنا بقول لك ايه اللي يريحك هتستخدمه. حبيت الدي اكس دي واي، حبيت الدي واي دي اكس، براحتك على حسب انت ايه تختار يعني في المساله. قال لك وير الريجون بتاعتنا بقى اللي احنا عايزين نشتغل عليها is bounded by مين بقى؟ is bounded by ال y equal 3x سكوير وال y equal 16 ناقص ال x سكوير. ما دام قال لك ان الاريا الريجون بتاعتك محدوده بالاثنين دول، فانت لازم تروح ترسم بقى يعني. لازم هنا في الحاله ديت لازم هنا ترسم. فانا هروح ارسم اهو. مش عارف ايه الرسمه المعوقه ديت اهو. هنروح نرسم اول حاجه اللي هي الواي ايكوال 3 اكس سكوير. قلنا دي مساله تربيعيه زي ما احنا كنا بنقول او من الدرجه الثانيه، فكنا هنروح نرسمها عادي جدا كده، تمام. طب بالنسبه للمساله ديت قال لك اول حاجه هي سالب اكس تربيع، فهي هتكون مقلوبه وبادئه من عندي مين؟ ال 16 في الواي. فلو انا اعتبرت ان دوت 16 هتبقى الرسمه بتاعتي كده، تمام. شكلها طبعا معوق شويه بس ماشي. الاقي ان الريجون بتاعت اللي الراجل بيتكلم عليها المنطقه المحدوده بالكيرفين، اللي هي المنطقه دي يا شباب، المنطقه المحدوده بالكيرفين، تمام. انا اول حاجه لازم اروح اجيب التقاطع بتاعهم، لازم اعرف النقطه ديت بكام، التقاطع دوت بكام والتقاطع دوت بكام. فاروح اساوي الواي واحد بالواي 2، ده اكيد. لما تساوي ال 3 اكس تربيع ب 16 ناقص الاكس تربيع، يلا ابدا اشتغل. هتبقى الاكس تربيع ب 4، يبقى الاكس بكام؟ بموجب وسالب 2. يبقى تقاطع هنا عند السالب 2 وتقاطع هنا عند كام؟ عند الاثنين، تمام. طب انت دلوقتي الاسهل بالنسبه لك اللي انت تعالى بس نجيب لون تاني كده. الاسهل بالنسبه لك اللي انت هنا تاخد الشريحه بتاعتك افقيه ولا راسيه؟ بس ركز بقى، لو انت خدتها افقيه ركز معايا كده. المفروض ان انت لما بتيجي تاخدها افقيه ان الافقيه ديت انت بتاخدها شريحه، والشريحه ديت بتمشي على كل الرسمه بتاعتك. يعني بص تتنيك ايه؟ مش انت اللي بترسمها كده، انا بقول لك ايه البروسيس اللي بتحصل. انت بترسم بس شريحه، وانا ده بعلمك ازاي تختارها صح. انا عايز اسالك سؤال بقى، هل الشريحه اللي هي فوق دي، الشريحه اللي هي فوق دي لامسه نفس المنحنى اللي لامساه او نفس المنحنيين اللي لامساه الشريحه اللي تحت ديت؟ لا، ده الشريحه اللي تحت لامسه المنحنى دوت، والشريحه اللي فوق لامسه مين؟ المنحنى ده.
صح كده؟ اللي هو الكيرف ده. فبالتالي في الحالة ديّة الشريحة الأفقية ديّة ما تنفعش. يبقى أنت بعينك كده هامشّي أنا أول حاجة شريحة أفقية وأشوف لو نفس الكيرف في كل الحالات على الرسمة كلها يبقى أنت تمام. طب بُص كده معايا، لو أنا جيت بقى خدت شريحة رأسية، طبعًا إحنا بناخد شريحة رأسية بالشكل دوّة أهو. أهو. المفروض أنا بارسم ده كله يا شباب بعيني، يعني أنا المفروض بعيني كده من وجهة نظري، أنا ما بابقاش أرسم في الرسم في الامتحان، أنا بس بوجهة نظري كده. دلوقتي لو أنا خدت الشرايح الرأسية دي، مش في كل مرة النقطة اللي فوق لامسة المنحنى اللي فوق والنقطة اللي تحت لامسة المنحنى اللي تحت، النقطة اللي فوق لامسة المنحنى اللي فوق وهم نفس المنحنيين اللي إحنا بنتكلم عليهم ما اتغيروش؟ تمام. يبقى في الحالة ديّة كده الأولى إن أنا آخد هنا شريحة مين؟ شريحة رأسية. شريحة رأسية يبقى أنا هاكتب أنهي تكامل؟ يبقى أنا هاكتب التكامل اللي هو بادئ بdy dx عشان دي شريحة رأسية، يبقى الانتجريشن بتاعي بالشكل ده. طبعا الاف اوف اكس واي بتاعتي اللي هي 2 اكس تربيع واي مفيش اي فيها مشكله، 2 اكس تربيع واي ديت الاف اوف اكس واي ثابته. اذا كنت خدت الشريحه الرأسيه او افقيه ال 2 اكس تربيع واي ديت او الداله اللي انت بتعمل لها انتجريشن ثابته مالكش دعوه بيها، بتحط زي ما هي 2 اكس تربيع واي. ناقص بقى ان انا اعرف مين الحدود بتاعه الاكس. قلنا طبعا ما دام الاكس ديت بره كده يبقى الحدود بتاعها لازم تكون ارقام. الارقام بتاعتها فين؟ الارقام اللي انت جبتها اللي هي من سالب 2 ل 2 اهو، من سالب 2 ل 2. كان بالنسبه للدي واي قلنا بقى خلاص لازم ان هي تبدا تشتغل ايه؟ المساله بتاعتك على ريجون، لازم انا تحط بقى هنا دوال. هبص يا عم من تحت لفوق كده، ابص من تحت لفوق هشوف هو تحت كان لامس انهي منحنى، كان لامس المنحنى اللي هو 3 اكس تربيع. يبقى من 3 اكس تربيع لحد ما لمس المنحنى اللي فوق اللي هو كانت المعادله بتاعته 16 ناقص الاكس تربيع، يبقى 16 ناقص الاكس تربيع. تمام كده. وبعد كده ببدا اعمل الانتجريشن بتاعي، وانا كده الحمد لله رسمت الرسمه، خدت الشريحه الرأسيه او الافقيه زي ما انا حددت في المساله، طلعت شكل الانتجريشن بتاعي، ابدا اشتغل انتجريشن. اول حاجه انا بعمل انتجريشن دلوقتي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للدي واي. تمام. يبقى انا السالب 2 و2 انا ماليش دعوه بيهم، من سالب 2 ل 2، والدي اكس برضه انا ماليش دعوه بيهم. هروح اعمل المساله الانتجريشن للمساله ديت بالنسبه للواي. يبقى ال 2 اكس تربيع تنزل زي ما هي، الواي هزود على الواي 1 تبقى 2 واقسم على الاس الجديد اللي هو 2، يعني بمعنى اصح الاثنين ديت راحت مع الاثنين ديت خلاص، فاللي بقى لك مين؟ اكس تربيع واي تربيع. والحدود بتاعتك اللي هي من 3 اكس تربيع لحد 16 ناقص اكس تربيع. ركز بقى، هنيجي هنا انا كنت بعمل انتجريشن بالنسبه للواي، فانا هشيل كل واي واحط مكانها مين؟ طبعا من سالب 2 ل 2 زي ما هي، الدي اكس زي ما هي. هروح افتح تو براكت كده مطروحين من بعض وهعوض بقى. هعوض عن الواي بالابر ليميت يبقى الاكس تربيع، وهشيل الواي احط مكانها 16 ناقص الاكس تربيع الكل تربيع عشان دي كانت واي تربيع. طب وهنا هتكون اكس تربيع ناقص ولا اكس تربيع، انا اسف، اكس تربيع مضروبه في مين بقى؟ في ال 3 اكس تربيع بس تربيع. تمام. وابدا اشتغل بقى. طبعا المسألة ديت برضه انا مش هبدأ اشتغل فيها كده دلوقتي، لازم انا افك القوس التربيعي دوت، وممكن والاكس تربيع ديت اضربها في القوس. تمام. فتكون اكس تربيع مضروبة في 256 ناقص 32 اكس تربيع زائد اكس اس 4. ها. وهنا ديت هتبقى 9 اكس اس 4 في اكس اس 2 يبقى اكس اس كام؟ اس 6. يبقى ناقص 3 اكس اس 6. دخل بقى الاكس تربيع ديت على القوس دوت كده، يبقى من سالب 2 ل 2 256 اكس تربيع ناقص 32 اكس اس 4 زائد اكس اس 6 زائد 3 اكس اس 6 طبعا بالنسبه للدي اكس. طبعا بس اصبحت مساله عبيطه جدا بالنسبه للاكس، هتعوض تعمل انتجريشن وتعوض بالابر ليميت واللور ليميت يطلع لك الناتج. يعني اللي يهمني يا شباب الجزء اللي هو فوق في الاول ده، لو انت طلعته اعتقد مساله بقت سهله اللي انت تبدا تشتغل انتجريشن. تمام. طب ناخد كمان مساله عشان نوضح الفكره اكتر على الجزئيه دي، او تعالى بقى نخش في كيس 3. وكيس 3 كده كده معانا فيها مسائل كتير يعني نبدأ ايه نشتغل عليها. تمام. نبدأ كده ناخد الكيس 3 اللي هو بقى مين؟ اللي هو تشينج الاوردر. كيس رقم 3 اللي هو مين؟ التشينج بتاع مين؟ الاوردر. برضه هنا المسألة بتجيلك مرسومة، او المقصود بالتشينج بتاع الاوردر ان المسألة مثلا تلاقي الراجل مديها لك بالنسبة للدي اكس دي واي، وهي مستحيل اللي انت تعرف تعمل لها انتجريشن على الحدود اللي هو مديها لك دي. يعني ايه؟ يعني مثلا تعال بص كده المثال الحلو ده. الراجل مثلا قال لك انا عايز اجيب انتجريشن
او دبل انتجريشن لمين؟ لاي اس اكس تربيع دي اكس دي واي، وهنا الحدود بتاعتك من واي لواحد، وهنا من الحدود بتاعتك من صفر لكام؟ لواحد. اول حاجه تقف عندها، انا المساله بتاعتي هو ما بيكونش قايل لك حلها لي تشينج اوردر ولا هو بيديك المساله وانت اللي بتتعامل. اول حاجه الراجل مديني دي اكس دي واي، هشوف المفروض ان انا اعمل الانتجريشن ده بالنسبه للدي اكس في الاول. هل الاي اس اكس تربيع اعرف اعمل لها انتجريشن بالنسبه لاكس؟ مستحيل، مستحيل بالطرق العدديه بتاعتنا دي. لازم بقى لا اما نشتغل نيوميريكال، لا اما نشتغلها بقى نحولها للكومبلكس، او في ليها اكتر من سكه، بس بالطريقه بتاعتنا اللي احنا لحد دلوقتي واخدينها مش هنعرف. الاي اس اكس تربيع هنبدا نعمل ايه؟ الاي اس اكس تربيع بالنسبه للدي اكس مستحيله، بس لو كانت اي اس اكس تربيع بالنسبه للدي واي كانت بالنسبه لي رقم، فكنت هحط الرقم دوت واي والمساله خلصت. يبقى انا دلوقتي مهمتي ان انا اغير الاوردر. يعني ايه الاوردر؟ الترتيب. هو كان دي اكس دي واي، يبقى انا لازم اخليها دي واي دي اكس. ما حدش بقى نبيه كده يجي يقول لي ايه يا عم ما تبدلهم وخلاص واشتغل. يبقى احنا كنا نقفلها احسن بقى، كنا نقفل ايه، كنا نقفل الماس دي وخلاص بقى ايه، تحلل الفهلوه. في الحاله ديت لازم ترسم، يعني لازم ترسم وتتشنج الاوردر بتاعك. يعني ايه؟ انا دلوقتي عندي كام رسمه؟ انت خلي بالك عندك دلوقتي اربع رسمات اللي هم الاربع حدود اللي عندك دول. اول حاجه بتروح تطلع الحدود دي، الصفر والواحد كانوا بالنسبه لمين؟ للدي واي، يعني الواي كانت بصفر والواي كانت بواحد. طب بالنسبه للاكس كانت الاكس بتساوي واي والاكس بتساوي واحد. يلا يا حاج ابدا روح ارسم لي بقى الرسومات ديت. اول حاجه انا اروح ارسم الاكس تساوي واحد، الاكس تساوي واحد انا كده مثلا الواحد هنا، اروح ارسم خط كده ان الاكس يساوي واحد. حلو قوي. طب والاكس تساوي واي لو انت رحت رسمتها، ده عباره عن خط لينير كده بيعدي بنقطه الصفر، الزيرو والزيرو يعني اهو. طب والواي تساوي صفر، الواي تساوي صفر دي معادله مين؟ معادله محور الاكس اللي هو دي اه، دي كده الواي تساوي صفر. طب والواي تساوي واحد، الواي تساوي واحد لو انا جيت ارسمها الاقي ان هي يعني انت فاهم جايه في نقطه التقاطع بتاعه الاثنين منحنى دول. طب دلوقتي الراجل المفروض تكون الريجون المحدوده بالاربع منحنيات، هل دي ولا دي؟ حاجه بص، ده هنا في منحنى اتنين تلاته، يبقى هي دي كده الريجون. انما الريجون ديت لا، ليه؟ عشان ده ما كانش في الرسمه بتاعتي، وقال لك اتباوندد باي الاربع منحنيات دول، يبقى هي لازم تكون محشوره ما بينهم في النص كده ما بينهم. يبقى ده كده الريجون بتاعتي. الراجل دلوقتي كان شغال مين؟ الراجل كان شغال دي اكس دي واي. فانا اول حاجه اروح اعمل ايه؟ اقول له خلاص انا هعمل تشينج للاوردر ده، انا هخليها دي واي دي اكس، والاي اس اكس سكوير انا ماليش دعوه بيها، انا كل اللي انا بلعب فيه هو مين؟ هو الحدود. اول حاجه بص على الحدود، يعني الدي اكس يبقى التكامل اللي بره دوت لازم أن يكون الاكس. حاجه بص هنا شوف الاكس، الاكس هنا تقاطعه فين؟ تقاطعه عند الصفر وعند الواحد، صح؟ مش دي كده الريجون بتاعتي من عند الصفر وعند الواحد؟ يبقى هنا الانتجريشن هيكون من 0 لواحد. ده طبعا بالنسبه للاكس. طب بالنسبه للواي، ما دام اخد بالواي يبقى هو كده خدها، ما دام هي دي واي يبقى هو خد كده الشريحه الرئيسيه. الشريحه الرئيسيه يبقى انا لازم اخدها من تحت لفوق. يعني ايه من تحت لفوق؟ يعني من اول الواي ايكوال صفر لحد الواي ايكوال كام؟ لحد الواي ايكوال اكس. شفت اللعب يا عم؟ يبقى انت كده عملت تشينج للاوردر ومسالتك كده تمام، تنحل في خطوتين اتنين. هعمل انتجريشن بالاي اس اكس سكوير بالنسبه للواي، فهتبقى طبعا انتجريشن اللي هو من صفر لواحد زي ما هو، والدي اكس زي ما هو. هتعمل اكس الاي اس اكس تربيع بالنسبه للواي هتبقى اي اس اكس تربيع مضروبه في الواي، والحدود بتاعتك من صفر لاكس. عوض يلا يا عم عن الواي باكس مره، اه نعمل براكت كده ناقص براكت تاني، وهنا الدي اكس. عوض لي عن الواي باكس تبقى اي اس اكس تربيع في اكس، عوض لي عن الواي بصفر تبقى بصفر. يعني في الاخر المساله بتاعتك اصبحت ايه؟ انتجريشن من 0 لواحد لاكس في اي اس اكس تربيع بالنسبه طبعا لمين؟ للدي اكس. لو جيت تعمل انتجريشن للمساله دي هتلاقي ان هي فين؟ هلاقي ان هي عباره عن نص اي اس اكس تربيع والحدود بتاعتك من صفر لواحد. يلا عوض عن الاكس مره، طبعا طلع النص ده بره كده، ناقص نص. عوض لي مره عن الاكس بواحد تبقى ايه، عوض لي مره عن الاكس بزيرو تبقى واحد. فتبقى المساله في الاخر عباره عن نص في اي ناقص كام؟ ناقص الواحد بس. وسيبها لي زي ما هي كده، مش عايزين منك نواتج نهائي باعتبار ان انت مش معاك آلة حاسبة في الامتحان. تمام حلو قوي. طب ناخد كمان مسألة على التشينج بتاع الاوردر. تعال، الراجل قال لك انا عايز اجيب اتنين انتجريشن لمين؟
عايز اجيب دبل انتجرال لمين؟ للكوزاين بتاع الواي اس 3. طبعا انت الداله ذات نفسها مالكش دعوه بيها يا شباب، كل اللي انت بتشتغله على الحدود وعلى الاوردر بتاع الاكس والواي، دي واي دي اكس او دي اكس دي واي على حسب. والحدود بتاعتك من جذر اكس لحد التلاتة، ومن زيرو لحد كام؟ 9. حلو قوي. انت لو جيت تحل المسألة ديت بالنسبة للواي كوزين واي تكعيب بالنسبة للواي مش هتعرف لو مت. ليه؟ عشان لازم أن يكون الواي تكعيب ديت المشتقة بتاعتها جنب الكوزين عشان تعرف من الآخر. يبقى لازم لو كانت جنب منها 3 واي تربيع كانت الدنيا بقت أسهل بكتير يعني، كنت عرفت تشتغل المسألة دي 100 100. يبقى أنا دلوقتي محتاج إن أنا أعمل تشينج للأوردر. ليه؟ عشان كوزين الواي تكعيب بالنسبة للواي مستحيلة، إنما كوزين واي تكعيب بالنسبة للإكس سهلة جدا. ليه؟ عشان بتبقى كوزين واي إكس واي تكعيب دلوقتي بالنسبة لي رقم، الرقم ده يتضرب في مين؟ في إكس. فانا اول حاجه اروح اطلع الرسومات بتاعتي وارسم، اروح ارسم المحاور بتاعتي، ولازم ترسم الرسمه دي بيكون عليها جزء من الدرجات اكيد. وهبدا ارسم بقى. طب انا عندي كام رسمه؟ المفروض عندي 4 رسومات اللي هم الاربع حدود اللي قدامك. هروح اطلعهم ازاي؟ هشوف كل انتجريشن باصص على مين. الانتجريشن اللي بره بالنسبه للاكس يبقى هيكون من اول الاكس بزيرو لحد الاكس بتسعة. طب والانتجريشن اللي جوه بالنسبه للواي يبقى من اول الواي ايكوال جذر اكس لحد الواي ايكوال كام؟ 3. واروح ارسم الكلام دوت كله على على البتاع. الاكس بصفر اهو، اللي هو مين؟ اللي هو الخط ده. طب والاكس بتسعة لو احنا اعتبرنا ان هنا ديت 9 هتبقى هي دي. طب والواي ايكوال جذر اكس، جذر اكس طبعا زي ما احنا واخدين قبل كده بيترسم بهذا الشكل. طب والواي ايكوال 3 هلاقي ان الرسمه بتاعتي مرسومه ازاي؟ برضو في نقطه التقاطع بتاعه النقطتين التانيين. ده مش شرط لازم تحسبها. ليه؟ ما هي لو الواي كانت الواي ايكوال جذر اكس، لما الواي كانت بتلاتة يبقى الجذر اكس كان بكام؟ كان بتسعة. عشان كده هم تقاطعوا هنا في النقطة دي. طب الريجون بتاعتي هشوف بقى فين المنطقة اللي أنا وأنا برسم تقلتها بالرصاص، اللي هي المنطقة ديت اللي موجود فيها الخطوط كلها، ما هي باوندد باي المناطق دي أو باي الكيرفات اللي أنا رسمتها دي، يبقى هي المنطقة اللي ما بينهم. تمام. الراجل دلوقتي كان واخد دي واي دي اكس صح؟ يبقى أنا دلوقتي هخليها دي اكس دي واي، أنا بقلب اللي هو كان مديهولي هنا ده. طب والكوزاين واي أس 3 زي ما هي، مين اللي هيتغير؟ الحدود بتاعتي. أول حاجة أنا شغال في الآخر كده بالنسبة للدي واي صح؟ يبقى الحدود بتاعتي من أول الصفر لحد مين؟ 3. يبقى الانتجريشن اللي بره هيكون من 0 ل 3. طب والانتجريشن اللي جوه اللي هو بالنسبه لاكس، بالنسبه لاكس يبقى هو خد كده مين؟ يبقى هو كده خد شريحه افقيه صح؟ اهي خد شريحه افقيه. القريب دوت اللي هو الاكس ايكوال 0. طب والبعيد ان الاكس ايكوال واي تربيع جت منين؟ مش الجذر اكس ايكوال واي تبقى الاكس ايكوال واي تربيع، ما ده اللي احنا عملناه هنا. تمام. خلاص المسألة بتاعتي بقت سهلة جدا. هعمل انتجريشن للكوزين واي تكعيب بالنسبة للإكس هتبقى طبعا من 0 ل 3 للدي واي، مفيش أي مشكلة. هعمل انتجريشن بالكلام ده بالنسبة للإكس فيكون عبارة عن إكس في كوزين الواي تكعيب، وأروح أعوض بالحدود بتاعتي اللي هي 0 وواي تربيع. يلا أروح أعوض يلا عن الإكس بواي تربيع، فمرة أهو ناقص المرة التانية. ها عوض عن الاكس واي تربيع فيكون واي تربيع كوزين الواي تكعيب، عوض مرة عنها بصفر يطلع كام؟ صفر في كوزين واي تكعيب بصفر. يلا يبقى ده كده ده بصفر. يلا اعمل انتجريشن المسألة دي بالنسبة للواي فهتكون عبارة عن تولت ساين الواي تكعيب، وعوض يلا عن الحدود بالصفر لتلاتة فتكون عبارة عن كام؟ 1/3 في ساين 27 ناقص 1/3 في ساين كام؟ في ساين صفر. تمام. ساين صفر طبعا بصفر فتبقى في الآخر تلت ساين 27. تمام. دوت كده الناتج بتاع المسألة بتاعتي. تمام. طب تعالى ناخد كمان مسألة على تشينج الاوردر. تشينج الاوردر ده من أهم المسائل يعني اللي بتيجي في الامتحان، ودي خلي بالك دي اللي بتيجي في الامتحان يعني. الراجل هنا مديك مسألة كده بيقول لك أنا عندي دبل انتجرال لإكس تربيع واي على 4 زائد الواي تكعيب دي واي دي اكس. طبعا انت مالكش دعوه بشكل الداله ده، يكشي يكون راسم لك هنا عفريت. الفانكشن اللي هي في اكس وواي انت مالكش دعوه بيها، انت ليك دعوه بالحدود والاوردر بتاعك. الحدود من اكس تكعيب لواحد ومن صفر لكام؟ من صفر لواحد. 100 100.
اول حاجه لو انا جيت اعمل انتجريشن للمساله دي بالنسبه لواي هتبقى مستحيله. ليه؟ ما لو بالنسبه لواي ومساله بسط ومقام فلازم اللي فوق دوت يكون مشتقة اللي تحت. مشتقة اللي تحت اللي هو 3 واي تربيع. هل فوق في 3 واي تربيع؟ لا، ده في واي بس واكس تربيع في واي. يبقى المساله دي كده بالنسبه للواي مستحيل ان هي تنحل. يبقى انا دلوقتي محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل تشينج الاوردر بتاعي. تشينج الاوردر يبقى انا اكيد لازم هرسم. طب هرسم كام منحنى؟ هرسم 4 منحنيات. فين الاربع منحنيات دول؟ اهم. طب ازاي اطلع المنحنيات صح وما اغلطش؟ هبص على كل انتجريشن من انتجريشن من الاثنين انتجريشن دول هو بالنسبه لمين. الانتجريشن اللي بره دوت كان بالنسبه للاكس، فيكون اكس من اول اكس بزيرو لحد الاكس بواحد. طب والانتجريشن اللي جوه دوت بالنسبه لواي يبقى من اول الواي ايكوال اكس تكعيب لحد الواي ايكوال كام؟ واحد. واروح ارسم الكلام دوت على الرسمه بتاعتي. ها، الاكس ايكوال زيرو اللي هو مين؟ اللي هو الخط ده. اه، طبعا ده لازم يكون خط كده. والاكس ايكوال لواحد لو انا اعتبرت مثلا ان هنا ده الواحد يبقى الرسمه بتاعتي هتكون بالشكل ده. تمام. طب والواي ايكوال اكس تكعيب، الواي ايكوال اكس تكعيب كنا احنا خدنا رسمتها قبل كده اللي هي الرسمه دي. تلاقيها منحنى كده وبيمر بالصفر وبيقلب تاني. طبعا انتوا واخدين في ماس واحد رسم وانا مرجع لكم رسم في ماس 2، فاعتقد الدنيا تمام يعني. والواي ايكوال الواحد لو انا برضو جيت حسبتها الاقي ان هي فين؟ في نفس المنطقه او نفس الخط اللي هو تقاطعوا فيه. النقطه اللي هم تقاطعوا فيها هنا دي. فين هنا الريجون اللي هي متحدده في كل النواحي بتاعتها بالاحمر؟ هلاقي ان هي ديت الريجون بتاعتي. دلوقتي الراجل كان واخدها دي واي دي اكس، لا انا هخليها دي اكس دي واي. طب والفانكشن اكس تربيع واي على 4 زائد الواي تكعيب، مفيش اي مشكله. وهنغير بقى الحدود. الحدود بتاعتي بالنسبه للدي واي فانا لازم اجيب الحدود بالنسبه للدي واي اللي هو من صفر لواحد. من صفر لواحد. طب بالنسبه للاكس ناخد بقى ايه؟ الشريحه اللي هي الافقيه ونشوف بادئه من فين رايحه لفين. بدأ اول حاجه من عند الصفر، من اول الواي بيساوي، من اول الواي تساوي صفر اهي، لحد الواي بتساوي كام؟ لحد الواي بتساوي الاكس كانت، او الواي كانت ب اكس تكعيب. طبعا دي الاكس انا اسف، دي من اول الاكس بصفر انا اسف. وهنا الواي كانت بتساوي اكس تكعيب يبقى الاكس بيساوي الجذر التكعيبي للواي. عايزين هنا الاكس يبقى الاكس هنا هتساوي الجذر التكعيبي لمين؟ لواي. يبقى معايا المسألة أصبحت شكلها عامل إزاي؟ لأن الانتجريشن من 0 لواحد، الانتجريشن من 0 لجذر التكعيب الواي لإكس تربيع واي على 4 زائد واي تكعيب دي إكس دي واي. طبعا لازم لو أنت جيت تعمل لها انتجريشن بالنسبة للدي إكس دلوقتي، فبالنسبة لك الواي مع الأربعة زائد واي تكعيب ده رقم، فأنت أكنك بتعمل انتجريشن للإكس تربيع، فهتزود على الأس واحد. طبعا هيبقى انتجريشن من 0 لواحد. ها، والدي واي أنت ما جيتش جنبها. هزود على الأس واحد وأقسم على الأس الجديد فتبقى إكس أس 3 على 3، أو إكس أس 3 واي على 3 في 4 زائد واي تربيع ولا واي تكعيب. والحدود بتاعتك اللي هو من صفر للجذر التكعيبي الواي. تمام. هتعوض عن الإكس مرة بالجذر التكعيبي الواي يبقى من 0 لواحد. طبعا هنا الدي واي وافتح إيه؟ وافتح أقواس كده، ده ناقص ده. لو أنت جيت عوضت عن الإكس بالجذر التكعيبي الواي هلاقي إن هنا أصبحت واي تربيع على 3 في 4 زائد واي تكعيب. وهنا طبعا هلاقي كده بصفر. ابدا اشتغل المسائل. طبعا بالنسبه للواي فلاقي ان هي عباره عن ايه؟ هلاقي ان هي في الاخر طلعت معايا تسع لن 4 زائد الواي تكعيب. والحدود بتاعتك من صفر لواحد. يلا يا عم ابدا اشتغل. عوض مره عن الواي بواحد وعوض مره عن الواي بصفر يطلع لك مين؟ يطلع لك ناتج الانتجريشن. تمام. تمام. دوت كده بالنسبه للثلاثه كيسز اللي عندنا. ناقص بقى الكيس رقم 4 اللي هي بتتكلم عن ايه؟ اللي هي بتتكلم على حاجه اسمها البولار كوردينيتس. البولار كوردينيتس. كوردينيتس بمعنى اصح دوت نوع تاني يا شباب من المحاور. احنا طول حياتنا شغالين في المحاور اللي هي اكس وواي وزد. قال لك لا، ده في سلندريكال وفي بولر وفي نوعيه يعني انواع محاور كتير قوي. البولار كوردينيتس دوت ده نوع من المحاور بيقلب بقى الاكس وواي لحاجه اسمها ار وثيتا. بلاقي ان الرسمه بتاعتي او النقطه بتاعتي بدل ما انا بقول ان هي اكس وواي، لا ده انا بقول ان هي عباره عن ار وثيتا. واحنا برضو كنا خدناها قبل كده في الليميتس اللي هي البولار ليميت. كان عندنا طريقه اسمها بولار، كنا بنشيل الاكس
ونحط مكانها ار كوزين سيتا، وكنا بنشيل الواي ونحط مكانها ار ساين سيتا، وكنا بنقول ان اكس او ال الاكس تربيع زائد الواي تربيع بار تربيع. ده اللي احنا كنا الثلاث حاجات اللي احنا كنا شغالين عليهم. تمام. دوت المفهوم بتاع مين؟ بتاع البولار كوردينيتس. طب انا بعرف امتى ان المساله بتاعتي اللي انا هحولها للبولار كوردينيتس؟ كلمه بولار جايه من دايره، فانا لما الاقي ان المساله بتاعتي فيها مثلا اكس تربيع زائد واي تربيع، لقيت ان المساله بتاعتي وانا برسمها جزء من دايره مش هعرف ارسمه، بشغلها بولار كوردينيتس اسهل. بشغلها بولار كوردينيتس اسهل. يعني ايه؟ تعال مثلا كده ناخد اكزامبل، بحيث طبعا ان الشرح النظري في الماس ما بياكلش عيش، لازم أنا اوريك المساله بتتحل ازاي. قال لك انا عايز اعمل انتجريشن على ريجون لاكس تربيع زائد الواي تربيع زائد التلاتة. وركز بقى، قال لك ان الريجون هو اللي اعترف اهو، قال لك از ا سيركل. ما دام هو اللي اعترف يبقى انت المساله ديت مستحيل تعرف تحلها في الاكس واي بلين. مستحيل. يبقى انت مش هتعرف تحلها الا في البولر، لازم تحول لبولر. قال لك الار از ا سيركل اوف ا راديوس كام؟ اوف ا راديوس ايكوال كام؟ ايكوال 2. الراديوس بتاعك ايكوال 2، يعني بمعنى صح الار ايكوال 2. ركز بقى، يعني بمعنى صح لو انا جيت دلوقتي ارسم الرسمه ديت يا شباب عشان بس اكون متخيل، هلاقي نفسي برسم محاور كده. تمام اهو. وهلاقي نفسي اللي انا برسم في المحاور ديت سيركل. ما قلت لك البولر ما هو الا سيركل. والسيركل دوت مميز شويه ليه؟ قال لك ان الراديوس بتاعه نص القطر، لو انا اعتبرت ان دوت الاوريجن وده الراديوس هيكون بكام؟ باتنين. نص القطر هنا هيكون باتنين. خلاص يبقى انا اول حاجه هشيل الاكس واحط مكانها ار كوزين، واشيل الواي واحط مكانها ار ساين. او لو انا لمحت ان الاكس تربيع زائد الواي تربيع زي ما احنا كنا قايلين بكام؟ بار تربيع. فانا هشيل الاكس تربيع زائد الواي تربيع، اقول له خلاص بقى الانتجريشن بتاعي الاكس تربيع زائد الواي تربيع هنحط مكانه ار تربيع زائد التلاته. طب بالنسبه للدي اريا، قلنا الدي اريا بنشيلها برضو ونكتبها لكم هنا كده. الدي اريا دايما بنشيلها ونحط مكانها ار دي سيتا. دايما الدي اريا بنشيلها ونحط مكانها دي ار دي سيتا. يبقى انا هكتب مسافه كده اضربها ار في دي ار في دي سيتا. الحدود بتاعتي بقى، الحدود بتاعتي هنا بسيطه جدا. ليه؟ بالنسبه للدي ار اللي هو التكامل الداخلي دوت، فهو بادئ من الزيرو لحد ما وصل للاثنين. مش انا قلت لك ان الراديوس باثنين، يبقى هو اكيد بادئ من الزيرو لحد الاثنين. طب بالنسبه للدي سيتا، ما هي الدي سيتا ديت يا شباب لو انا اعتبرت ان هي دايره بادئه هنا كده من اول الزاويه صفر، فهي لفت 360 درجه، يبقى من اول زيرو لحد 2 باي اللي هي 360. يبقى انت كده خلصت المساله بتاعتك كحدود وكرسومات. ابدا بقى اعمل انتجريشن. هدخل اول حاجه الار ديت هنا وهنا، فتبقى انتجريشن من صفر ل 2 باي لانتجريشن من 0 ل 2 لار تكعيب زائد 3 ار دي ار دي سيتا. يلا ابدا اعمل انتجريشن بالنسبه للار، فيبقى ار اس 4 على 4 زائد 3 على الاثنين ار تربيع، والانتجريشن من 0 ل 2. طبعا بالنسبه للدي سيتا انت لسه ما عملتش اللي هو من 0 ل 2 باي. ها يلا عوض يلا عن الار مره. هنا الدي سيتا زي ما هي، وهنا من 0 ل 2 باي. عوض عن الار مره ب2، فيكون هنا 16 على الأربعة زائد 3 على الاثنين في 4. وعوض عنها مره بصفر يطلع لك كام؟ صفر. طبعا ديت بأربعة وديت بستة، فيكون كام؟ 10. والعشرة دول انت بتعمل انتجريشن من صفر ل 2 باي لل10 بالنسبة للدي سيتا، فتبقى عبارة عن 10 سيتا. والسيتا تتعوض عليها من صفر ل 2 باي. يلا فتكون 10 مضروبة في 2 باي، ده لما انت عوضت عنها، ناقص ال10 لما انت ضربت فيها في كام؟ في زيرو. ده بزيرو، يطلع في الناتج في النهاية في الآخر بكام؟ ب 20 باي. يبقى الناتج بتاع الانتجريشن دوت ما هو إلا كام يا شباب؟ 20 باي. تمام. طب اكزامبل كمان على على نوعية المسائل ديت. الراجل بيقول لك انا عايز اجيب انتجريشن من -3 ل3 لانتجريشن من 0 لجذر 9 ناقص الاكس سكوير. لمين بقى؟ لجذر اكس تربيع زائد الواي تربيع بالنسبة للدي واي دي اكس. المسألة ديت انت لو عملت دي اكس دي واي عملتها دي واي دي اكس مستحيل تنحل. فلازم ان هي تلجأ لمين؟ قلت اول ما تلمح الشكل دوت اكس تربيع زائد واي تربيع، تأكد ان انت هتبدأ تشتغل منين؟ هبدأ أشتغل عليها على إنها
بولار كوردينيتس. يبقى انا اول حاجه اروح ارسم دايره كده على الجنب كده، ارسم محاور وارسم دايره واقول له والله ان الدايره اللي عندي ديت الريديوس بتاعها هيتغير من كام لكام بقى. هنشوف احنا دلوقتي. اول حاجه انا هشيل الاكس تربيع واي تربيع ديت واحط مكانها ار تربيع. تمام. ار تربيع تحت الجذر يديك ار، وهشيل الدي واي دي اكس واحط مكانها ار دي سيتا. طب كده كده الحدود بتاعتي، لو انا اعتبرت ان ديت اصلا كانت الواي، لو انا اعتبرت ان ديت اصلا كانت الواي ها، فتكون الواي عباره، ما هي دي كانت بالنسبه للدي واي، فهتبقى الواي ايكوال جذر 9 ناقص الاكس تربيع، فتبقى الار بتاعتك بكام؟ بجذر التسعه دي اللي هي كام؟ 3. او بمعنى اصح بص على الارقام من هنا، من كام لكام؟ من سالب 3 ل 3. يبقى الريديوس بتاعك كان بيتغير من صفر لحد كام؟ لحد 3. ده كده الريديوس. يبقى من صفر لحد 3. وكده كده الباي دايما من صفر لحد كام؟ لحد 2. يبقى انا اكني بعمل انتجريشن من صفر ل 2 باي، من صفر ل 3 الار تربيع دي ار دي سيتا. هتبقى ار اس 3 على 3. عوض يلا بالحدود بتاعتك اللي هي من صفر ل 3، وما تنساش ان في هنا انتجريشن من صفر ل 2 باي بالنسبه للدي سيتا. لما تيجي تعوض هنا على 3 يطلع لك كام؟ 9. والتسعة دي انت تعمل لها انتجريشن من صفر ل 2 باي دي سيتا، يعني بمعنى اصح عباره عن كام؟ 18 باي. تمام. بتعمل 9 يبقى 9 سيتا، تحط سيتا ب 2 باي، يبقى 9 في 2 باي بكام؟ ب 18 باي. تمام. دي كده كل المسائل اللي ممكن تجي لكم في الجزئيه دي. لا، في طبعا مسائل تانية اللي هي مسائل مين؟ اللي هي مسألة يجي لك مسألة شبه ديت كده، يجي يقول لك انا عايز اجيب انتجريشن، انا عايز اجيب انتجريشن للمنطقة ديت. قال لك انا عايز اجيب انتجريشن للريجون لمين بقى؟ ل2 في اكس زائد الواي دي اريا، والريجون بتاعتنا عبارة عن مين؟ عبارة عن الدايرة اللي نص قطرها اقل من او يساوي مين؟ التسعة، والاكس اكبر من الزيرو. ركز بقى هنا، لازم نرسمها رسمة محترمة قوي عشان تعرف احنا بنتكلم عن ايه. اول حاجة انا هرسم رسمة كده بالشكل دوت. قال لك ان ديت دايره اكس تربيع زائد واي تربيع، اتاكدت ان هي دايره خلاص، ونص القطر بتاعها بالمناسبه 3. يعني هي دايره نص قطرها 3. بس قال لك خلي بالك اداك هنا شرط تاني مهم جدا، قال لك ان الاكس اكبر من الصفر. يعني بمعنى اصح الجزء اللي هي مرسومه فيه في السالب مش هناخده. يعني لو انا جيت كده عشان برضه تكون واخد بالك معايا، لو انا جيت رسمت دايره هنا كده اهي، والدايره ديت رسمتها كده بالشكل دوت على المحاور، ففين المنطقة في الدايرة إن الإكس فيها بموجب؟ قال لك المنطقة اللي في الدايرة اللي الإكس فيها بموجب هي المنطقة دي، اللي هي يعتبر نص الدايرة دي. طب والنص التاني دوت، ده مرسوم الإكس بتاعته كانت سالبة، فبالتالي إحنا هنمسحه. فأنا أكني جيت عملت إيه يا عم؟ أكني جيت عملت نص دايرة بالشكل دوت كده. ده اللي أنا هشتغل عليه. ليه؟ عشان دي المنطقة إن الإكس فيها بكام؟ إن الإكس فيها بكام؟ بموجب. الشرط التاني. وفي نفس الوقت هي هنا قطع عند كام؟ 3. يبقى هي نص دايرة نص قطرها 3، وده الريجون بتاعي. يعني بمعنى صح لو انا جيت ابص على المساله بتاعتي، لان المساله بتاعتي هشيل الدي اي واحط مكانها ار دي سيتا، واشيل الاكس واشيل الواي واحط مكانها كام؟ الاكس هحط مكانها ار كوزاين سيتا، والواي هحط مكانها ار ساين سيتا زي ما احنا اتعودنا. طب والحدود بتاعتي كده كده دي سيتا مش هينفع بقى هنا اقول من صفر ل 2 باي للاسف. ليه؟ المساله بتاعتي هنا بادئه من باي على الاثنين لحد سالب باي على الاثنين. يبقى من سالب باي على الاثنين لباي على الاثنين، عشان دي نص دايره مش دايره كامله. لما كانت بتكون دايره كامله كنت بقول من صفر ل 2 باي، انما دي نص دايره يبقى من صفر، من سالب باي على الاثنين لباي على الاثنين. طب بالنسبه للار، الار طبعا بيتغير من صفر لحد كام؟ لحد 3. وابدا اعمل انتجريشن للمساله دي ازاي؟ لو انا خدت من هنا كده الار كعامل مشترك، طلعت بره وضربت في الار اللي بره، فهتكون عباره عن من سالب باي على الاثنين لباي على الاثنين، من صفر لحد 3 ل2 ار اس 2 مضروبة في مين؟ مضروبة في كوزين سيتا زائد ساين سيتا دي ار دي سيتا. تقول له الار تربيع دي جت منين؟ خدت الار عامل مشترك وضربتها في الار دي. تمام؟
يلا اعمل انتجريشن بالنسبه للار، فهزود هنا على الاس واحد واسمع الاس الجديد، فتكون عباره عن 2 على 3 ار اس 3، والحدود بتاعتي من صفر لحد التلاته. طب لو انا خدت الكوزاين سيتا والساين سيتا، تعال بس نخلص ديت الاول ونقول له ان الحدود بتاعتك من سالب باي على الاتنين لباي على الاتنين، وهنا كوزاين سيتا زائد ساين كام سيتا، طبعا بالنسبه للدي سيتا. هتعوض هنا عن الار بتلاتة يديك 27، 27 على 3 9، 2 في 9 بكام؟ ب 18. 18 و18 ده مضروب فيه كوزاين سيتا زائد ساين سيتا دي سيتا. طبعا انا بتكلم هنا في الجزئيه دي بسرعه منك، يعني المفروض انت بتعرف تعوض بالآلة الحاسبه يعني. نعمل هنا انتجريشن للكوزاين، هتكون ب ساين سيتا، والساين هتبقى ب نيجاتيف كوزاين سيتا، والحدود بتاعتك هنا من سالب باي على الاتنين لباي على الاتنين، وما تنساش ان الناتج بتاعك كله مضروب في كام؟ في 18. عوض انت طبعا بقى عن سالب باي على الاتنين وسالب باي على الاتنين، والرقم اللي يطلع لك اضربه في كام؟ في ال 18. الفكرة دي مهمة جدا وبتيجي في أغلب الامتحانات ومهمة جدا. ويجي مثلا في مسألة تانية مثلا يجي يقول لك إيه، تعالى مثلا أجيب لك مسألة كده من المرجع بحيث يبقى إحنا خدنا كل الأفكار يعني. قال لك أنا عايز أجيب على البولار كوردينيتس. طبعا دي كلها مسائل ممكن تاخدها. اسمه الإيه؟ الدبل انتجرال على مين؟ على البولار فورم. المسألة اللي أنا عايز أقول لك عليها مش موجود إيه؟ مش موجود فكرة فيها في المرجع دوت يعني. بس هو الفكرة اللي أنا عايز أقولها إن مثلا ممكن يجيب لك مسألة يقول لك إن الحدود بتاعتك من إكس تربيع زائد الواي تربيع أكبر مثلا من 4 وأقل من كام؟ وأقل مثلا من 16 مثلا. يعني بمعنى أصح بيقول لك لما تيجي ترسم الريجون بتاعتك هلاقي إن هي عبارة عن دايرتين، دايرة كده ودايرة تانية كده. الدايرة الأولانية ديت نص قطرها 2 اللي هو جذر الأربعة، والدايرة التانية 16 اللي هي 4، والريجون بتاعتي هي المنطقة اللي ما بينهم اللي هي المنطقة مين؟ اللي هي عاملة شبه الدوناتس كده. يبقى دلوقتي لما اجي اعمل الحدود بتاعه الثيتا هتبقى برضو من صفر ل 2 باي عشان دي دايره كامله. طب الحدود بتاعه الار هي منطقه من اول هنا، من اول هنا لحد هنا، يبقى من 2 ل 4 للمساله بتاعتي اللي هي دي ار دي سيتا، وابدا اشتغل المساله بتاعتي. دي فكره برضو مهمه جدا بتيجي في اغلب الامتحانات يعني. تمام. نيجي بقى نشوف النوع الاخير وهو مين؟ وهو التريبل انتجرال. التريبل انتجرال يا شباب هو نفس الافكار نفس الفكره، بس هنا لما كنت بتعمل انتجريشن بالنسبه للدي اي، هنا بقى بالنسبه للدي فوليوم. تمام. والباوندد ريجون هنا في الحاجه بنسميها عندنا دي دوله منطقه مغلقه يعني كلوزد ايه كلوزد ريجون يعني. الدي في دوت بيتفك يا اما دي اكس دي واي دي زد، او دي واي دي اكس دي زد، او دي زد دي اكس دي واي، براحتك. يعني الترتيب هنا براحتك عادي بقى اشتغل. كده كده بيكون ريكتانجلر كله يعني المفروض. لو خدنا مثلا مثال كده ومشينا معاه واحده واحده كده في المساله بتاعتنا. لا مش دوت، عايزين مثال على الريكتانجولار. تعال مثلا اجيب لك انا مثال تاني كده. عايزين مثال على الكلام ده. فين فين؟ مش موجود للأسف. مفيش مثال كويس كده. تعال كده نشوف طبعا هنا برضو في تشينج اوردر ومش تشينج اوردر والكلام ده، بس انا اعتقد في الفيديو ده كده هنكتفي بالكلام دوت. واعتقد برضو في اغلب الجامعات ما بيدرسش اكتر من كده. مثلا مثال على الكلام دوت، يبقى الراجل جاب لك مسألة بالشكل دوت اهو. الراجل هنا جاب لك مسألة بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايز اجيب لي التريبل انتجرال. مثال سهل جدا، والامثله بتاعت التريبل ان شاء الله بتيجي كويسه يعني. ان انت هنا بتيجي تعمل انتجريشن 3 مرات بس. تريبل انتجرال
ما هو إلا إيه اللي أنت بتعمل هنا؟ أول حاجة بتعمل انتجريشن بالنسبة للدي إكس للمسألة دي، فبتبقى شكلها عامل إزاي؟ بتبقى عبارة عن إكس أس 2 على الاتنين في الواي زد، وتعوض بالحدود بتاعتك اللي هي من صفر لاتنين، من صفر لاتنين. بس خلي بالك ما تنساش ان انت لسه ناقص لك اتنين انتجريشن من صفر لاتنين ومن صفر لاتنين، وناقص لك انتجريشن بالنسبه للدي واي والدي زد، ما تنساش. عوض بس هنا عن الاكس الاول باتنين، يعني هي نفس المسألة بتاعت الدبل بس بتعملها 3 مرات بقى، انت فاهم ازاي؟ يعني من صفر لاتنين ومن صفر لاتنين. هتعوض هنا عن تعمل برضو هنا اقواس كده، تعوض عن الاكس باتنين يبقى 4 على الاتنين في الواي زد، تعوض هنا عن الاكس بصفر يطلع لك هنا كام؟ صفر، اللي هو دي واي دي زد. تمام. فلاقي هنا ان 4 على الاتنين باتنين يبقى 2 واي زد دي واي دي زد، وعندك هنا انتجريشن من 0 ل 2 وانتجريشن من 0 ل 2. دلوقتي هعمل انتجريشن للواي بالنسبه للدي واي، هي 2 واي زد هعمل لها بالنسبه للواي، فهزود هنا على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، فتكون عباره عن واي تربيع زد، والحدود بتاعتي من 0 ل 2، وما تنساش الحدود بتاعتك الاخيره اللي هي من 0 ل 2 بالنسبه للدي زد. عوض يلا يا عم عن الواي ب2، يبقى هنا 4 زد، اعمل انتجريشن من 0 ل 2 بالنسبه للدي زد، فيكون زد اس 2، وهنا 2 عوض بالحدود بتاعتك اللي هو من 0 ل 2، فتكون 2 في 4 ناقص 2 في 0، يطلع لك في الاخر ناتج بكام؟ ب 8. تمام كده يا شباب؟ دي المسائل بتاعت التريبل انتجرال، مفيش اسهل منها اكيد يعني، الدنيا بسيطه فيها جدا. ودي برضو مسائل اهي، ممكن تبص على مسألة رقم 7 ومسألة رقم 9 ومسألة رقم 11، دي كلها مسائل تقدر تحلها، والمسألة رقم 17 والمسألة رقم 18 ممكن تاخدها سكرين كده وتحل وتختبر نفسك. تمام. أنا كده خلصت المنهج، وبالتوفيق إن شاء الله.